نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أما بعد، أمة الإسلام، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأن الفتن سبب لخراب البلدان ودمار الأمم وضياع دينها وعرضها وزوال الإسلام فيها. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم أمام حائط لبني النجار، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قبورا، فقال: لمن هذه؟ أو مذ متى مات أهلها؟ فقلنا: يا رسول الله، منذ سنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فاستجاب الصحابة رضي الله عنهم سريعا غير متأخرين ولا مسوفين، فقالوا: يا رسول الله، نعوذ بالله من الفتن. هكذا يجب أن يكون من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، من يعظم الحرمات ويعظم الدماء ويجعل حسابا ليوم الحساب، يوم يسأل الناس عن أموال الناس التي انتهبوها، يوم يسأل الناس عن أعراض الناس التي انتهكوها، يوم يسأل الناس عن عبادات الناس التي ضيعوها. فنحن ولله الحمد والمنة لا نحتاج إلى من يوجهنا في مثل هذا الأمر، فقد تكلمنا قبل أن ترد إلينا البرقيات ولا التوجيهات، لأن حب الجزائر لا يحتاج إلى توجيهات، والدفاع عن هذه البلاد لا يحتاج إلى برقيات. فتكلمنا في اللحظة ذاتها التي اشتعلت فيها هذه الدسائس والمؤامرات التي تريد تفريق شملنا وتمزيق بلدنا وإدخالنا في ما أدخلت فيه كثير من البلدان
التخريب والتدمير والإهلاك تحت مسميات عديدة. انظروا رحمكم الله إلى أهل الإسلام في بلاد الإسلام، انظروا رحمكم الله كيف يقتل المسلمون من أهل السنة في العراق، انظروا رحمكم الله كيف تدمرت حلب بلد السنة، لا لشيء إلا لأنها بلاد السنة. انظروا رحمكم الله إلى كثير من البلدان التي كانت على ما كانت عليه، تنعم بالأمن والأمان والعافية والاطمئنان، فجرت وانشرت بفتاوى الكذابين والمنحرفين الخروجيين التكفيريين الذين طالما حذرنا منهم وقلنا بأنهم سبب لخراب البلدان والعمران، ها هم اليوم يعودون ولا يتركون فرصة إلا ليعودوا ليفسدوا الجزائر. غاضهم أمنها وأمانها وعافيتها واطمئنانها، غاضهم ما تنعم به الجزائر من حرية لعبادة الله الواحد القهار سبحانه وتعالى، غاضهم هذا الخير في شباب الجزائر وبناتها على اختلاف مستوياتهم الذين يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم ويعملون لخدمة الإسلام كل من موقعه، غاضهم هذا الخير فلبسوا لباس الناصحين الكذابين وانقسموا في هذا قسمين: قسم لبس عمائم الدجالين ولبس عمائم الكذابين المختفين وراء الدعوة للجهاد وإقامة حكم الله وإقامة شريعة الله، وهم لا يريدون لا حكم الله ولا شريعة الله، بل يريدون تدمير حكم الله وتدمير استقامة أهل الجزائر على دين الله، ويريدون إدخال أعداء الإسلام إلى بلاد الإسلام. فهؤلاء الذين حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم يكون كذابون دجالون في آخر الزمان، يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر من الذين دمروا ليبيا والذين دمروا مصر والذين دمروا تونس والذين دمروا العراق والذين دمروا اليمن، الذين دمروا اليمن وأسلموها لأعداء الإسلام، أسلموها للروافض أعداء الإسلام. كان الروافض في زينة وقلة وكان أهل السنة هم الخيار، فقال أعداء الإسلام، قال شيوخ الفتنة وما أشهر شيوخ الفتنة الذين يعيشون في بلاد من البلاد يأكلون ويشربون ويلبسون، يطلعون يوم الجمعة بأقمصة يساوي ثمنها أسرة العقارات ويخرجون بالإذاعات والتلفزات. أولاد دعاة الفتنة في أوروبا وأمريكا، أولاد مشايخ الجهاد سعوا رغم أصحاب قنوات وشركات
عليهم هالوصيتين يوصينا والدينا ويتجلسوا معاهم يذكرون بهذا ويقولون إياكم والاستعمار وإياكم وجماعات التكفير والتفريج والتفجير والتخريب والاستدمار. واحنا ولله الحمد نطيع أولياءنا ونعرف بأن الجزائر لا ترجع للفتنة لأنها ذاقت. وإذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، من كانت له موعظة في غيره. شوف انت السارق لما تقطع يده تقول انت ما تمثلي باش تبقى بلا يد، فما بالك بالذي يتعظ بنفسه. احنا ولله الحمد لا نتعظ بالفتن بغيرنا، نذكرهم على سبيل التمثيل فقط. وإلا لما كنا احنا في الفتنة تاع التكفيريين والخوارج، لما كنا احنا نغلقوا ابوابنا في منتصف النهار، لما كانت مساجدنا معطلة، لما كانت مصالحنا معطلة، لما كان الجزائر الارهابي في كل مكان، لما كانت الجزائر تعلق فيها الرؤوس، كان هؤلاء جميعا يشمتون فينا. اللهم لا شمت بأحد. على بالك علاش يا منحرف الجزائر لا تفور؟ لأنها ذاقت واتعظت بنفسها وأولادها وبناتها ورجالها وكبارها وصغارها والمخلصين فيها. أنا لا أتكلم عن المنتسين والعملاء والفاسدين والمنحرفين، هؤلاء الحمد لله قلة فينا ما يظهروش ولن يستطيعوا أن يصنعوا شيئا في الجزائر، لأن جميع كل هؤلاء الجزائريين اقتنعوا قناعة عظيمة أن لا نعمة تعادل نعمة الأمن. قل على روحك ما كانش عدالة، قل على روحك كان ظلم وطغيان، قل على روحك كان الأصل أن تعيش كدول كذا، قل على روحك ما تشاء. احنا كل الدنيا في جانب والأمن والأمان والعافية في جانب، حتى مقتنعين نجوعوا ونعلاو ونباتوا مرتاحين في تجارنا مع أولادنا، خير ما يشبعوا ونتكساو ونباتوا في الجحور خائفين على أرواحنا بمعادلة يفهمها اللي عاشها فقط، أما اللي ما عاشهاش لا يفهم هذه المعادلة. وهي من ماذا؟ من السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه، الآمن بدأ بالأمن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بالأمن. من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه له قوت يومه، قوت واش يومك، عندك واش تتغدى وتتعشى، وما تقوليش راه كاينين اللي ما عندهمش واش يتغداو ويتعشاو، لانك تكذب. وحتى هؤلاء اللي ما عندهمش كما تقول عندهم العافيه والامن، خيرهم من ان يتغداو ويتعشاو. هذه القاعده. أتدري يا كذاب لماذا الجزائر لا تفور؟ الجزائر لا تفور لأنها جربت. الجزائر لا تفور لأن فيها علماء أجلاء قائمين بالدعوة إلى التوحيد والسنة، ديدنهم ودعوتهم الدعوة للأمن والأمان والعافية والاطمئنان والتحذير من الخروج والتكفير. فجزاهم الله خيرا
على هذه النعمة. الحمد لله على نعمة الأمن يا إخواني. الحمد لله على نعمة الاستقرار، على نعمة العافية. الحمد لله. كل البلاءات وكل ما يعانيه الإنسان ويلقاه وما كانش فينا واحد راهو مرتاح 100%. بل قيل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت لو قام علينا أمراء يمنعوننا حقنا أفننابذهم بالسيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة أدوا إليهم حقهم من الطاعة بالمعروف والدعاء لهم بالهداية والصلاح والانتفاع عليهم في طاعة الله. واسألوا الله جل وعلا حقكم، فإن خير الولاة ولاة الأمر الذين يدعى لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم وتحبونهم ويحبونكم. فنحن ولله الحمد والمنة هذا اعتقادنا وهذا منهجنا. والأمن والأمان والعافية لا يدانيها نعمة أخرى. جاء العباس بن عبد المطلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني دعاء لعل الله أن ينفعني به. فقال: يا عباس يا عماه سل الله العافية. راح العباس سجاد فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: زيد علمني دعاء لعله يكون يعني خيرا من هذا. فقال: يا عباس يا عماه سل الله العافية، فوالله ما أعطي أحد عطاء بعد اليقين خير من العافية، لا فيلات ولا سيارات ولا عقارات ولا أموال ولا مآكل ولا مشارب. اللقمة تكفي والشرب والصربة تكفي وتشفي وتقع موقعها إذا كان الإنسان آمنا يسافر وين يحب ويروح مالك ما يشاء، آمن على عرضه، مطمئن على ولده، مطمئن على نفسه. هذه نعمة لا تعادلها نعمة. فإياكم شباب الإسلام وأهل الإسلام، إياكم وهذه الدعوات الكاذبة الفاجرة، هذه الدعوات المنحرفة، إياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. أقول الذي تسمعون وأستغفر الجبار لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط مما بعد. أما بعد، فقد كانت العرب تقول: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر تحببه إلى أوطانه. إذا أردت أن تعرف الرجل الصادق المخلص فانظر إلى تحببه إلى وطنه. الوطنية الحقيقية مش شعارات ولا أشياء تعلق. الوطنية الحقيقية أن يسعى الإنسان إلى أمن بلاده بطاعة الله عز وجل، بترك المعاصي والمنكرات والذنوب واجتناب الكبائر والمحرمات. الوطنية الحقيقية بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ومن توحيد الله جل وعلا تعظيم الدماء التي حرمها الله. ويعلم الإنسان أن الفتن لا تتغذى إلا بالدماء، ولا تتآكل ولا تتغذى وتتعاظم إلا بالأشلاء. هذه الحقيقة
التي لا يمكن لأحد أن ينكرها. الفتنة وش تحب تجيب الحقوق؟ تجيب الحقوق بقتل الدم المعصومة وانتهاك الأموال المعصومة والحرمات المعصومة. هكذا تؤتى الحقوق؟ يا سبحان الله، تؤتى الحقوق بالإضرابات والمظاهرات وغلق الطرقات. هكذا تؤتى الحقوق وهكذا تنتزع الحقوق. يا سبحان الله، حتى اللي قاعد يقول لك مظاهرات سلمية يكذبون. ما كانش حاجة اسمها مظاهرات سلمية. هذه خدعة لبث الفوضى. خرجوا بعض الكذابين في بعض القنوات طالب بحقك ولكن بسلمية ورع السلمية. تبي تدارك مع اخوك ويمك وكذا، والجزائري معروف كلمة زوز تقع ثم في ثلاثة برد وفيهم يمك وبابات. جيت ناقشها سلميا جيبوها كل في المستشفى ولا واحد على الاقل فيكم سلمية. يا كذابين يا دجالين، القنوات والجماعات المنحرفة التي تمشي مع التجار بدات الاحداث. الله جل وعلا وفق العقلاء فطفئت الفتنة وما خرجوا السلمية وإياكم والتخريج. والله لو استعملت لما كان هذا موقفه، لأنهم هم اللي قاعدين يحرضوا على الفتن، وهم في قنواتهم اللي ينشروا الفتن ويحرضون المحكومين على الحكام ويبينوا بالعورات والعثرات والأخطاء والسلات والهركات الخلات والكلات اللي يوصلت كذا ويخرج في صدور الناس. وبعد يجي يقول لك سلمية. سبحان الله، سمعنا مظاهرة يعني غلق الطريق، هذا هو معنى المظاهرة. وسمعنا اعتصام سلمي يعني غلق الطريق وتضييع المصالح على الناس. المريض يموت واللي عنده مصلحة تفوت. ولهذا جاء عند أبي داود في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس فضيق الناس طريقا وهم خرجوا مع النبي الكريم. صحابة خرجوا مع النبي الكريم بأمر منه وعلم منه، خارج في جهاد حقيقي ما هوش تخريب وتدمير. فضيق الناس الطريق فقال فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا يقول ألا من ضيق طريقا فلا جهاد له. الجهاد الشرعي، الجهاد الشرعي يا إخواني إذا فيه المخالفات فلا يصير جهادا. فضلا عن التخريب والتدمير والتفجير والإرهاب والتكفير الذي يدفعه وتغذيه هذه الجهاد. فلا تصدقوا هؤلاء، فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. إنسان يدعو الله جل وعلا، هذا اللي يحتاج المؤمن في أيام الفتنة أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالأمن والأمان والعافية والاطمئنان، وأن يفوت الفرصة على المنحرفين للدور وما وجدوا، ولكنهم تقعد معاه يقول لك واش البلاد هذه واش دينا منها وهو كذا وفلان دار وفلان دار، وهو لو مستفيد غاية الاستفادة. هؤلاء الناس كشفوا وفضحوا. المفسدين قسمان، قسم يختفي وراء العمائم والجلابيات، وقسم ثاني يختفي وراء الإذاعات والكاميرات. فإياكم وهؤلاء المفسدين، حافظوا على بلادكم ودافعوا عنها وأمنوها، فإن هذا من خدمة الإسلام
ودين الإسلام إرساء الأمن والأمان، فتفويت الفرصة على كل المتربصين بهذه البلاد بأمنها وأمانها. فإن الجزائر ولله الحمد قد كانت ولا زالت غصة في حلول كثير من أهل الأهواء وكثير من الفاسدين، عصية جزائر عصية على المفسدين وستبقى، وجزائر عصية على المخربين والتكفيريين والمنحرفين، وبإذن الله فستبقى. فحافظوا على هذه البلاد واتقوا الله جل وعلا سبحانه وتعالى، اتقوا الله جل وعلا في عامتها بحفظ أعراضهم وأموالهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوم الحج الأكبر يوم عرفة فقال: يا أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا بلغ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وأن يظن به سوءا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المؤمن والمسلم على المسلم حرام. كيف تخرب وتفسد أموال وتنتهك أعراض المسلمين؟ ماذا ستقول لربك سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ هؤلاء المجرمين، هذه الجهود التي يبذلونها وهذا الأموال العظيمة التي يبذلونها لم يبذلوها يوما في محاربة الأعداء الحقيقيين وفي نصرة إخوانهم المسلمين في فلسطين وفي كثير من بلاد المسلمين وفي أراكان الذين يقتلون ويذبحون، فلا بصراتهم تتكلم ولا قنواتهم تتكلم ولا جرائدهم ولا صفحاتهم تتكلم. لا تتكلم عن المستضعفين حقا، المقهورين صدقا، الذين يحتاجون لسمعة صادقة وهم يسحلون ويسحتون، ولكنهم يبذلون أوقاتهم وسماعاتهم وأحزابهم وقنواتهم في تأجيج الفتن في بلاد الإسلام. ماذا استفادوا؟ ماذا استفادوا مما وقع في اليمن؟ ماذا استفادوا؟ وأهل السنة يقتلون ويذبحون، ماذا استفادوا؟ ماذا استفادوا إخواننا في تونس وفي ليبيا وفي العراق من أهل السنة يذبحون على يد الرافضة والكفار وهم ينظرون، ثم تخرج قناتهم وتقول: والله والله الحزب الشعبي لا يصنع شيئا، حتى يأتي تقرير الكافر فيقول يصنعون، وقتلوا آلاف من السنة بزعم أنهم يقاتلون الدواعش، فلا قتل الدواعش ولا قتل الروافض، بل الذين قتلوا هم أهل السنة بمباركة من الأغبياء اللي راهم عايشين الآن في هذه البلاد، في بعض البلاد، الشيخ فلان دعاة الفتنة والفساد. فإياكم وإياهم، فاتقوا الله بعامة إخوانكم، واتقوا الله جل وعلا في ولاة أمركم، فهذا دين رب العالمين سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أمة بعدكم ولا نبي بعدي، فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم، والصبر الصبر حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يستهزئون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:
النبي الكريم في الحديث الصحيح يجيوا هذه الجماعات ثم جماعة تصبر ولو ضرب ضاره وأخذ نعم نحن جماعة الحديث وأنت جماعة ماذا؟ أنتم جماعة الدماء وجماعة الأعراض وجماعة تخريب البلدان وجماعة إعانة الكفار على أهل الإسلام والإيمان. أنتم هذه الجماعة التي عرفناها خربتم بلادكم وتريدون أن تخربوا بلادنا، فبلادنا عصية عنكم ولله الحمد والمنة. وما كل من لبس العمامة سيد يخشى ولا كل المظاهر تخدع. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واكرم نزلنا ووسع مدخلنا. اللهم انا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أمنا في أوطاننا وأمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من يخافك ويتقيك. اللهم من أراد بنا وديننا وسنة نبينا وهذا البلد الحبيب الجزائر بلد السنة، اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيرهم تخريبهم تدبيرا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم واجعل خير أعمالنا خواتيمها وأفضلها يوم نلقاك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وزوجاته أمهات المؤمنين والتابعين وتابعيهم وعنا معهم الخاطئون والعاصون والمتجاوزون بمنك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. تم الكلام وربنا المحمود وله العلا والكبرياء والجود. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.